المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها بدء علاقات دبلوماسية بين إريتريا ودولة سينت لوتشيا، حملة التشجير الناجحة في قلب، سمينار حول حقوق الأطفال ومكافحة العادات الضارة في الإقليم الأوسط. الجيش الأمريكي يكمل انسحابه من النيجر. الرئيس الروسي يأمر بزيادة عديد الجيش. والمبعوث الصيني يحث لدفع إسرائيل للامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي. أهلا بكم مشاهدينا. بدأت إريتريا رسميا علاقات دبلوماسية في 16 من سبتمبر الجاري مع دولة سينت لوتشيا، وقد تم التوقيع على وثيقة دبلوماسية لتوضيح النوايا والمبادرات الثنائية لتعزيز العلاقات بينهما في المراسم التي أقيمت بمكتب مندوب إريتريا الدائم لدى الأمم المتحدة. وقعتها من الجانب الإريتري المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تسفا مريم، ومن جانب دولة سينت لوتشيا المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة مينيسا رامباني. وأكدت المندوبتان أن هذه العلاقات تقام انطلاقا من الخلفية التاريخية للبلدين ولتوحيد القيم والرؤى المستقبلية، بالإضافة إلى تنسيق آلية تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التجارة والتعليم والسياحة والتنمية المستدامة. ووضحتا أهمية الوثيقة في توجيه وتقوية التعاون المتبادل في المحاور الأممية والشؤون الدولية مستقبلا. وتقع دولة سينت لوتشيا في جزيرة في شرق المحيط الكاريبي. تحقق حملة التشجير في مديرية قلب نتائج مرضية في نماء الحياة البرية وخاصة الأشجار المستوطنة. وأوضح مسؤول حماية الغابات والحياة البرية السيد محمد أبو بكر أن مشاركة المجتمع في برامج التنمية كبير بفضل العمل المنسق بين الشعب والجهات الحكومية. وأكد تحسن أوضاع الأشجار في إدارات الضواحي محلاب وقادماي وقلب وقربت وقرقر، مشيرا إلى أسهام مشتل قلب في التشجير. وقال إن الشعب وموظفي المؤسسات الحكومية والجيش يشاركون في برامج التشجير، مؤكدا على تعاون الإدارات ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع مع هيئة الغابات والحياة البرية. نظم ممثلو فروع وزارتي العمل والرعاية الاجتماعية والصحة في الإقليم الأوسط سمينارا تنويريا حول حقوق الأطفال ومكافحة العادات الضارة. وأوضحت خبيرة الصحة العامة في مكتب وزارة الصحة بالإقليم الأوسط الممرضة أريام إيدن لسكان مدينة أو مديرية تيرافولو بأسمرة أنه يحق للأطفال تلقي الرعاية والتربية عبر أسرهم والمجتمع، وأن ختان الإناث يعتبر جريمة حسب القوانين الإريترية. وأشارت الممرضة إلى دور المجتمع الهام والمؤثر في الحفاظ على حق التعليم والصحة للأطفال، إلى جانب مشاركة الإناث في التعليم وتجنب ممارسة العادات الضارة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات، مما يحرمهن من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ناهيك عن الأضرار الصحية والنفسية لتلك الممارسة. وناشدت خبيرة الضمان الاجتماعي سيدة لتو أبرهة الآباء بالاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والتعاون مع المجتمع في مكافحة العادات الضارة. وأوصت مديرة المديرية السيدة لؤول أسرات المشاركات لتعزيز دورهن في جهود نبذ العادات الضارة وتقديم الرعاية والحقوق الأساسية للأطفال. وقدم المشاركون آراءهم في السياق ذاته وتبرعوا بمساهمات مالية ومعدات رياضية وصلت قيمتها إلى 50,000 نقفة. وكان سيمينارات مماثلة قد عقدت في مديريات أخرى في الإقليم. أفاد سكان مدينة كرن بأن عيادة أليكو في المدينة تقدم خدمات جيدة، وذكروا بأنهم كانوا في السابق يتوجهون إلى عيادة جوكو ومستشفى كرن لتلقي خدمات المختبرات. وأوضح مسؤول العيادة الممرض إيرغاو غبرو تقديم الخدمات الصحية الأساسية وخدمات المعامل المخبرية وغيرها، إلى جانب التوعية الصحية وإصلاح البيئة. ودعا لإدخال دورات المياه ورفع حاويات النفايات سريعا لمكافحة الأمراض المعدية وقيام الحوامل بالمتابعة الصحية.
قام أعضاء فرقة المارشات الوطنية اليوم 17 من سبتمبر بالتبرع بالدم تحت شعار إنقاذ حياة الحالات الصحية الحرجة بالدم. وأفاد مسؤول إدارة فرقة المارشات الوطنية الملازم أول الأماني جنر أيوب بأن وحدتهم تتبرع للمرة السادسة سنويا في موسم الصيف بهدف مد بنك الدم الوطني بالدم في موسم إجازات المدارس، موصيا الدوائر الحكومية الأخرى بالاهتمام بهذا الجانب. وعبر المتبرعون عن بالغ رضاهم وارتياحهم النفسي لمشاركتهم هذه العادة الحميدة والاستفادة من ذلك بإجراء الفحوصات العامة للحفاظ على صحتهم. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتياح، لكن بعد الفاصل قصير فابقوا معنا. قال الجيش الأمريكي أنه أكمل انسحابه من النيجر التي توترت علاقاتها كثيرا مع واشنطن عقب الانقلاب العسكري في نيامي شهر يوليو عام 2023. وفي مارس الماضي انسحبت النيجر من اتفاقية التعاون العسكري موقعة عام 2012 مع الولايات المتحدة، معتبرة أن واشنطن فرضتها أحاديا. وتم تنفيذ الانسحاب الأمريكي من النيجر على مراحل، واكتمل قبل الموعد النهائي في 15 من الشهر الجاري. وتبحث واشنطن عن خطة بديلة لمنطقة غرب أفريقيا، لكن العملية تمضي ببطء. ويحذر المسؤولون من أن القدرة المخابراتية الأمريكية تتضاءل بشأن الجماعات المتطرفة سريعة النمو في المنطقة. وبالتزامن مع ابتعادها عن واشنطن وحليفتها فرنسا، عززت النيجر تقاربها مع روسيا، ووافقت الحكومة العسكرية المنبثقة عن الانقلاب على تعزيز التعاون الدفاعي مع روسيا. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بزيادة تعداد الجيش الروسي ليصل إلى الزهاء 2.4 مليون فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري، وذلك في ثالث خطوة من نوعها منذ اندلاع الصراع الدامي في أوكرانيا مطلع عام 2022. وحمل التوسيع الجديد إضافة مهمة لعدد القوات المسلحة العاملة على خطوط المواجهة بنحو 180 ألف جندي. وتزامن التطور مع مواجهة الكرملين موقفا جديدا وصف بأنه استفزازي من كييف، التي دعت مسؤولين أمميين إلى زيارة المواقع التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية. وانتقد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بشدة تصريح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا حول دعوة ممثلين على الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لزيارة كورسك. انتقد المبعوث الصيني الولايات المتحدة لعرقلتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعمل بشكل أكثر فعالية بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ودعا الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن. وقال جينغ شوانغ نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة خلال الاجتماع أنه على الرغم من اعتماد مجلس الأمن لأربعة قرارات والتدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية والجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالات الإنسانية مثل الأمم المتحدة، فإن المساعدات الإنسانية لا تزال متوقفة. ويستمر الوضع في غزة في التدهور مع استمرار انتهاكات القانون الدولي وخاصة القانون الإنساني الدولي. وقالت السلطات الصحية في غزة في بيان لها أن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 41 ألف. طلبت البرتغال مساعدة من شركائها الأوروبيين لمكافحة سلسلة حرائق أدت إلى إصابة نحو 10 أشخاص، وأتت على منازل وقطعت حركة السير على طرق سريعة في شمال البلاد. وطلبت البرتغال دعم آلية الحماية المدنية الأوروبية من أجل الحصول على مزيد من الوسائل الجوية لإخماد النيران في وقت تمتلك فيه البلاد نحو 30 طائرة ومروحية غاذفة للمياه. وأدت حرائق الغابات المشتعلة منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى إصابة 12 من رجال الإطفاء على الأقل، منهم 2 في حالة حرجة، وتسببت في إجلاء نحو 70 شخصا وفقا لحصيلة أوردتها الحماية المدنية. وشهدت البرتغال حتى الآن صيفا هادئا نسبيا من ناحية حرائق الغابات، مع اشتعال أراضٍ على مساحة 10,300 هكتار حتى نهاية أغسطس، أي ثلث مساحة عام 2023 وأقل 7 مرات من متوسط السنوات العشر الماضية.
مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. بدء علاقات دبلوماسية بين إريتريا ودولة سنت لوتشيا. حملة تشجير ناجحة في قلب. سيمينار حول حقوق الأطفال ومكافحة العادات الضارة بالإقليم الأوسط. الجيش الأمريكي يكمل انسحابه من النيجر. الرئيس الروسي يأمر بزيادة عديد الجيش. والمبعوث الصيني يحث لدفع إسرائيل للامتثال لقرارات المجلس الأمريكي. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم، إنما كنتم، إلى اللقاء.